يا مساء الفل عليكم وعلى كل متابعي قناة أنا وأنت وملاكي. الصيف دخل فجأة وجيت شغل التكييف لقيت الهواء ضعيف جدا، وممكن في الحالات ما تلاقيش فيه فريون وفي نسبة سقعة، فده طبيعي لأن فترة الشتاء معظمنا ما بيشغلش التكييف فيه. المفروض فترة الشتاء كل 10 أيام تشغل التكييف لمدة دقيقتين تلاتة كده أو 5 دقايق، تنشط دورة التكييف، تنشط الفريون نفسه. لان في معظم الحالات تيجي على اول الصيف بتشغل تلاقي الفريون حصل فيه تنفيس سرب، تلاقي الفريون باظ وخلص. فهتيجي تشغل التكييف هتلاقي الدنيا شغالة مش احسن حاجة، في هوا بس مش قوي، في نسمة سقعة بس مش تكييف فريون. فطبيعي قبل ما تشغل التكييف دايما عود نفسك في دخول فترة الصيف قبل ما تشغل التكييف لازم تروح زيارة للكهربائي بتاعك، هيطلع لك فلتر التكييف. اولا هتلاقيه مردوب تراب جدا، فهتنضفه وهتعمله بالبلاور، لو محتاج تغيير تغيره. تاني حاجة هيكشف لك على الفريون ودورة التكييف نفسها، وهيكشف على الخراطيم لو في خراطيم من عدم الاستخدام نشفت بدأت تسرب. هيقول لك لو محتاج تغيير هيكبس هوا الاول وبعد كده يقول لك تمام، لو في حاجه هتتغير، لو في مفيش حاجه تمام هيكبس ويركب لك الفلتر ويشحن لك التكييف واتكل على الله يا معلم. اهم حاجه زي ما احنا قلنا ما تشغلش التكييف غير لما تطمن على الحاجات دي كلها، لان انت اول ما هتشغله هتبقى دوره التكييف مخنوقه، الهواء ضعيف جدا، هتتعب نفسيا. تاني حاجه ممكن تضعف الكمبرسور نفسه وممكن يضرب منك، لان هو طبعا شغال بكل عزمه عايز يطلع هواء بس مش قادر، لان فلتر التكييف مخنوق كله تراب مش قادر يطلع الهواء اللي هو ايه مطلع كمبرسور. تاني حاجة بالمرة وانت هناك عند الكهربائي اعمل تشيك على العربية كلها، اعمل على اللمض كلها بقى، ده كده كده انت عندك كهربائي وحالل التكييف، اطمن بقى على عربيتك كلها، ازازك، وحدات الرفع، ازاز الكهرباء، الزراير اللي بترفع الازاز وتقفله، اطمن على كل حاجة في الكهرباء. وكل عام وانتم بخير، واحنا طبعا داخلين على فترة العيد وكله هيحتاج العربية، والتكييف ضروري في العربية دلوقتي. ألقاكم على خير إن شاء الله، أتمنى أكون فدتكم في الحلقة. كل سنة وأنتم طيبين، سلام.